الحقني يا دكتور، ده انا حاسس بوجع في كتفي الشمال، وكتفي الشمال ده وصدري الشمال من قدام، وتنميل في دراعي، وتنميل ووجع في دراعي، وساعات بحس ان دراعي ساقع او دراعي سخن او دراعي وارم او صوابعي منملة او كتفي منمل او وجع في الرقبة. الله، ده انا ممكن يكون عندي، شايف العضلة دي؟ بص، 3 محطات، 3 محطات بيتخنق فيهم الاعصاب والضفيره العصبيه اللي رايحه لصفرة دي لدراعك، او الدم اللي ماشي في الاحمر والازرق، او الخرطومين دول ممكن يتزنقوا في 3 حتت. هنا في الرقبه، هنا العضلات دي ماشي تخنق على الايه، شايف الوريد والشريان دول؟ خلاص، دول الوريد والشريان دول رايحين لدماغك فوق. يعني ممكن ادوخ ماشي، وممكن هنا اخنق العصب بتاع دراعي، فممكن ايدي تنمل وكتفي ينمل وصوابعي تنمل. او ممكن، شايف العضله بقى يبقى دي العضلات اللي عند الرقبه. في عضله تحت الترقوه هنا، سب كليفيوس، هنا الحته دي وجعاني. يا دكتور، الحته دي اي شايف الحته دي وجعاني هنا. وده كتفي الشمال، ده مع النفس، ده انا عندي حاجه في القلب. وبعدين ايه، الاعصاب دي نازله لتحت ورايحه للدراع، ممكن هنا في صدري من قدام هنا، وتحت الكلافيكل هنا، تحت الترقوه هنا، وممكن عند الرقبه هنا. يبقى دول 3 اماكن ممكن ما يكونش عندي انزلاق غضروفي، مش عندي انزلاق غضروفي، ومسمعين لي في دراعي ومتقلين دراعي. واجي بقى ايه، اربط المسمار فوق، اجي اربطه فوق وانا بربط، ايه ده انا ايدي تقلت قوي، مش قادر. او انا بقلب رايح انقي لبس في المحل وبقلب في الشماعات، دراعي وقف وعايز انزله وبعدين اطلعه تاني، لان ايه، الدم اللي رايح. لو انا بعمل الحركه دي، بقلب في الهدوم كده ودراعي عمال يقع، او برص حاجات في الدولاب ودراعي بيقع، مش قادر احط فوق، مجهوده قليل، لازم انزله شويه واروح اطلع تاني، ده الدم مش واصل لدراعي كويس. ليه؟ الخنقه ممكن تكون عند الرقبه، او ممكن تكون تحت الترقوه، او ممكن تكون عند الصدر من قدام. دي ال3 محطات اللي بيتخنق فيها. طيب اوكي، يبقى ده ما عنديش ديسك، مش بتكلم في ديسك، بتكلم عضلات خانقه الدم والاعصاب اللي قدام. طيب ماشي، لو انا بقى عندي بقى ايه، الديسك يسمع في الدراع ويكون بسبب الرقبه، والرقبه تكون حركتها مش حلوه. ماشي، هنا الراجل ده ممكن يكون حركه رقبته يعني تايت شويه، ضيقه شويه، ولكن مش مقفوله تماما. لكن الناس اللي عندها انزلاق غضروفي لا، بيحس بتنميل في الدراع مع صعوبة في حركة الرقبة، أو بيصحى دايما رقبته مكلبشة. طيب حلو قوي. هنا زي ما اتفقنا، عصب أصفر، عصب بامبا أزرق، الألوان أهي. طيب، لو أنا العصب البامبا اللي هو C2 اللي هو جاي من الفقرة التانية، يسمع فين؟ في دماغي أهو. طيب، الزرقاء، العصب الأزرق اللي هو بتاع التالتة، يعصب فين؟ أهو في قفايا زي ما أنت شايف. بعد كده العصب الأخضر أهو في رقبتي من هنا. العصب الخامس، ماشي، العصب الخامس برضو في رقبتي من تحت. السادس أهو اللي لونه موف، 6. بص، 6 ماشي لحد فين؟ لحد الصباع ده، ماشي خط كده في الدراع لحد الصباع ده. طيب، وماشي من ورا زي ما انت شايف كده اهو. السابع اللي هو الأورنج، تعالى ورا بقى اهو. السابع زي ما شرحنا في فيديو قبل كده اهو، يدي في الدراع من ورا، ويدي في التراي، عضلة التراي من ورا اهو، شايف الخط ده؟ التامن يدي في الدراع من ايه، من ورا برضو، بس عند الصباعين دول. يبقى السابع هنا والتامن دول، شايف؟ والتي 1 اللي هي الفقرة الأولى الصدرية، توجع في الصدر من قدام، هنا، وتوجع في الظهر من ورا عند الايه، عند عظمة اللوح، بس هنا كده. يبقى من ورا ما تمدش في الدراع، لكن في قدام تمد في الدراع بالصدر اهو. دي كده الفقرة الأولى الصدرية. ده كده الانزلاقات الغضروفية تعمل ايه، التنميلات دي. ولكن هنا ما يبقى هنا برضو بحس بصعوبة في حركة الرقبة ووجع في الرقبة، بلس ان انا حاسس ايه في دراعي. لكن الناس اللي بقول لك شكوتها دم، اللي شكوته دم، اللي بيحرك دراعه ويقف، بيحرك دراعه ويقف، ماشي، وساعات تنميل برضو، يبقى هنا عندي خنق في العضلات دي، خنقه الشرايين والاورده اللي رايحه للدراع. اكتب لي حسيت بايه في اللي انا قلته في الكومنتات، ونرد عليكم ان شاء الله. وهذا والله اعلم، السلام عليكم.